سهل جدا جدا بتاع suggestions ده اللي هو make suggestion. عمل اقتراح. والحلقة التانية برضو مرتبطة اللي هي بتاعت المودال فيربس مهمة جدا جدا جدا. يا ريت برضو تشوفها، يعني حاول الجرامر ده تاخده مرة واحدة لأنه عبيط، يعني ما ينفعش إنك تذاكر دي الوحيدة وتحل عليها بصراحة لأنها قليلة يعني. تمام. طيب خلينا أول حاجة أنا مقسمها جاتورز جميلة جدا جدا جدا، اللي هو إيه اللي يجي معاه اي ان جي، إيه اللي يجي معاه انفينيتيف، التريكات. تمام. بس كده. إيه اللي يجي مع اي ان جي، إيه اللي يجي مع انفينيتيف، التريكات. طيب اللي يجي وراه اي ان جي، how or what about، how or what about، how or what about، I suggest، I recommend، I think، I would، كل دول يجي وراهم اي ان جي. حط هنا هو recommend. تمام. يبقى how or what about او I suggest، I think، I recommend، I would، كل دول يجي وراهم الايه، او حتى I regret يجي وراهم ايه، بس الريجريت دي مش تبعنا، تبع الدرس اللي فات، يجي وراهم الجيرند. have a would you considered، have a would you considered برضو من الحاجات اللي بيجي وراها الجيرند، الحاجات اللي بيجي وراها الجيرند ركز فيها. وممكن ما يجيش وراها الجيرند بس هناخدها كمان شويه في التريكات. have you thought about، have you thought about هي have you considered، بس ركز ان صوت لازم يجي معاها about. تمام. يبقى تاني how or what about، I suggest، I think، I would، have a would you consider، او have you thought about، كل دول من الحاجات اللي بيجي وراهم الجيرند. ناخد امثله على كده. what about، what about ما ينفعش اقول play بقى، playing volley، ماذا عن لعب كرة الطائرة. I suggest playing volley. حتة بقى مهمة جدا يا شباب، حتة مهمة جدا، لو عندك أداة استفهام ما تنساش علامة الاستفهام. جملة خبرية تنساش النقطة، أو فرق ما بين الاتنين، عشان الحتة دي هتفرق معانا جدا في الحل. تمام. اللهم بلغت. طيب بعد كده الحاجات اللي بيجي وراها الانفينيتيف. let's، let's دي حقيقي هي let us، هي بالظبط let us. تمام، مفيش فيها اي مشكله. تمام. you or we can، you or we احنا او انت، can او could او should، او حتى ممكن نستخدم we shall كده لوحدها، او why don't we، او my suggestion او my recommendation ويجي وراهم الانفينيتيف. يعني تاني ممكن استخدم let's ويجي وراها المصدر، ممكن استخدم you او استخدم we واقول can او could او should ويجي وراهم المصدر. يعني ايه؟ يعني اقول لك you can go for a walk، مثلا ايه we could go for a walk، we should go for a walk. ولو تلاحظ طبعا ان الفرق ما بين can و could دي ماضي، ودي ايه، ودي ودي مضارع او ايه او مستقبل. تمام. وشال وشود نفس الحاجه بالظبط. طيب اللي هي الفرق بين we shall و we should. اعتقد الموضوع سهل يعني. we shall، وفي السؤال طبعا shall we او should we. تمام. طيب و why don't we، why don't we، my suggestion، why don't we من الحاجات برضو اللي بيجي وراها الانفينيتيف، مهمة جدا الصيغة دي. my suggestion اللي هو الاقتراح بتاعي، my recommendation. ممكن my suggestion او my recommendation من الحاجات اللي يجي وراها أداة الربط اللي هي ذات، هناخدها كمان شوية. تمام. طيب let's play فوتبول، let's play فوتبول. لو تلاحظ هنا let's جا وراها infinitive، جا وراها infinitive. we shall play volley، ولو تلاحظ برضو في الاخر انا جبت نقطة. we shall play volley in court، we shall play volley، او والافضل في الحالة دي نستخدم shall we play volley in court ونحط علامة استفهام، يعني خليها ايه، خليها shall we تبقى احسن. shall we play volley in court، shall we play volley in court، ما رأيك نلعب طايرة في الايه الكورت. تمام. بلاش ويشال اللي خليها شالوي احسن. تمام. يبقى مراجعة سريعة كده على الحاجات اللي بيجي وراها الجيرند. how or what about، I suggest، I think، I would، have or would you considered، او حتى thought about. واخدنا الامثلة على كده. الحاجات اللي بيجي وراها infinitive let's اللي هي اختصار let us، او you or we، وبعد كده نستخدم shall او could او can او could. تمام. why don't we تعبير كده على بعضه. my suggestion او my recommendation برضو من الحاجات اللي بيجي وراها infinitive، يعني تقول مثلا my suggestion is وبعد كده تكمل طبعا. تمام. طيب تريكات. suggest او recommend او consider
لسه قايلين من شويه ان هو بيجي وراهم الجيرند، بيجي وراهم الجيرند، دايما بيجي وراهم الجيرند. I recommend مثلا على سبيل المثال not eating. not اهي اللي هي النفي، تمام، لان recommend طبعا بيجي وراها not، ده طريقه النفي بتاعتها. not eating in the home، مفيش فيها اي مشكله خالص. يبقى اول ما تلاقي suggest عريانه كده لوحدها، recommend عريانه لوحدها، consider عريانه لوحدها مش جاي وراها حاجه يعني، تاخد على طول وراها الجيرند. طيب لو لقيت بقى يا معلم جمله بعدهم، لو لقيت جمله بعدهم يعني ايه؟ يعني لقيت مثلا I suggest وجاي كده ذات وجاي علي مثلا، قال لك ساعتها الفعل لازم يكون في المصدر. يعني تلاقي جمله بعدهم يعني ايه، تلاقي I suggest او I recommend او I consider، بعد كده تلاقي ذات اللي هي اداه الربط ذات، او ممكن ما تلاقيش ذات اصلا، بس المهم لقيت فاعل. ما لقيتش suggest لازقه في الفعل على طول. لو suggest ما هيش لازقه في الفعل، او في حاجه بتفصل ما بين suggest والفعل، او recommend والفعل، او consider والفعل، فاذا يا هندسه لازم انك تستخدم الفعل في المصدر. حتى مع علي ما اقولش جونز، مع علي تقول جون، ما تقولش جونز، تمام. ما تستخدمش المضارع البسيط هنا، لان دي قاعده. I suggest ذات علي، جون او should جون، حتى ممكن تحط should جون بتقويها شويه to the school team، تمام. يبقى الحته دي مهمه ركز عليها. suggest او recommend او consider يجي وراهم الجيرند، تمام. وفي حاله لو جه وراهم ذات، او في فاصل ما بين suggest او recommend او consider والفعل، سواء بقى فاعل subject او اداه الربط ذات او الاثنين، فساعتها لازم تحط الفعل في المصدر. what about تاتي عند الاعتراض، على عكس how about. يعني what about his bad English، ماذا عن اللغة الإنجليزية السيئة بتاعته. what about بتيجي في حالة الاعتراض يا شباب، تمام. ودي حتة مهمة من النقاط المهمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.